والخبثاء وتنظيمات القاعدة. في طليعتهم كان العميد الركن محمد الكروي رحمة الله عليه وإخوانه الذين سقطوا معه شهداء وهم يدكون قلاع القاعدة في صحراء الأنبار. ومن قبله استشهد العميد مدير شرطة الشرقاط ومعه ثلة من إخوانه الذين تصدوا للقاعدة وللتنظيمات المتطرفة المسلحة التي تريد أن تعيث في الأرض فسادا. وهذه المعركة المفتوحة التي نخوضها ضد الإرهاب والقاعدة وكل الذين يصطفون معها أو يقفون إلى جنبها، أوجه كلامي بالتعزية أولا إلى كل الشعب العراقي وإلى أبناء الجيش العراقي الباسل والشرطة وأجهزة الأمن الذين لن تثنيهم هذه الجرائم النكراء، هذه الجرائم النكراء التي يرتكبونها بحق أبناء القوات المسلحة أو بحق المواطنين الأبرياء أو بحق الذين يذهبون لزيارة الإمام الحسين. وهذا يعطينا صورة أننا في مواجهة أناس مجرمين لا يرعون عن سفك الدماء وتخريب البلد، وقد جاءوا من مختلف بقاع الأرض ليتخذوا من العراق ومن الصحراء بالذات ملاذا يتحركون فيه ويتهيئون فيه ويعدون العدة لسفك دماء الأبرياء من العراقيين. أقول كما وجه الباري سبحانه وتعالى بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا خطاب من الباري جل وعلا لكل الشرفاء ولكل الأحرار ولكل الأبطال ولكل الذين يحملون مشاعر الإنسان الذي هو حرمة حرمها الله دمه وعرضه وماله على كل من يريد أن يسفك هذا الدم أو يعتدي على العرض والوطن. وبهذه المناسبة وفي الوقت الذي كانت فاجعة أن يستشهد قائد فرقة ومعه ثلة من إخوانه وهم يخوضونها حربا ضد القاعدة، نسمع عن احتفالات يقوم بها بعض من يدعون أنهم سياسيين وأنهم شركاء في العملية السياسية، يفرحون وكأن الشهداء ليسوا عراقيين وليسوا كانوا قد خاضوها معركة ضد القاعدة والإرهاب الأعمى. هذا يدعونا إلى أن نتحدث بصراحة وأن بقاء الوضع على حاله غير ممكن وغير مقبول، وليس من وظيفتنا أن نتساهل مع الذين خرجوا على كل الضوابط. وأتوجه بكلامي بالذات إلى أهل الأنبار الكرام الذين نقف إلى جنبهم في مواجهة التحديات التي تريد أن تسلب أمن المحافظة وتعرض الشرفاء من أبنائها إلى الاستهانة والاعتداء والعدوان من قبل هؤلاء الغرباء الذين دخلوا إلى الأنبار وإلى محافظات العراق الأخرى. أنا أستحثهم، أستنهض غيرتهم العربية الإسلامية لمواجهة هذا التحدي الخطير، لمواجهة هؤلاء الغربان الذين يريدون أن يحرقوا هذه المحافظة. كما أتوجه بالكلام لكل الذين تحركوا في الاعتصامات والتظاهرات منطلقين من مطالب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، ممكنة أو غير ممكنة، ولكن لا نعترض على من يتحرك ليتقدم بمطالبه، بل ونلتزم بتلبية هذه المطالب ضمن القانون وضمن الممكن الذي ينبغي أن يكون كبيرا، وإن شاء الله سيكون كبيرا في تحقيق مطالب الذين تظاهروا بمطالب مشروعة. ولكني أقول بكل وضوح وصراحة أن ساحة الاعتصام في الأنبار قد تحولت إلى مقر لقيادة القاعدة، وهذا ما يشهد به
حكومة المحافظة وكل الشرفاء، ويعرفونهم بأشكالهم وأسمائهم. منها بدت عمليات تفخيخ السيارات والأحزمة الناسفة والتفجيرات في مختلف مناطق العراق. العالم يركض خلف شخص من القاعدة في أي دولة في العالم، ونحن أصبح لدينا مقرا للقاعدة يقود العمليات المسلحة ضد العراق وضد الشعب العراقي، وهذا شيء لا يمكن السكوت عنه ولا قبوله، أن يكون للقاعدة مقر محمي بغطاء مشوه مؤدلج بطريقة خاطئة تحت عنوان المطالب. حققنا للقاعدة مقرا للقيادة ومقرا للعمليات المسلحة ومقرا للقتل والتخريب والتفجير. لذلك أنا أوجه كلامي جادا حازما لكل الذين يتواجدون معهم في هذه الساحة من الذين لا يريدون التخريب والذين لديهم مطالب مشروعة أو غير مشروعة ولكننا نقف معهم، أن ينسحبوا من هذه المخيمات، أن ينسحبوا من هذه الساحة، لتبقى القاعدة فقط، ولتبقى القاعدة فقط المستهدفة من قبلنا، لأننا لن نسكت بعد. وهم يحتفلون باستشهاد قادتنا وأبنائنا من الضباط، ويحتفلون بقتل الأبرياء في سيارات التفخيخ والأحزمة الناسفة. هؤلاء الغربان لا يمكن السكوت عليهم، لذلك نمهلهم فترة قليلة جدا، نعطيها فرصة للذين لا يريدون أن يكونوا جزءا من القاعدة أن ينسحبوا من هذه الساحة، ليبقى فقط هؤلاء ولنا معهم كلام، لأننا لم ولن نسمح ببقاء قيادة للقاعدة في الأنبار تمارس عمليات القتل والإذلال والتخريب في هذا البلد. أدعوكم أيها الإخوة جميعا، وأدعو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى أن تتخذ جنبا إلى جنب مع أهل الأنبار الشرفاء الموقف الحازم بإنهاء مقر القاعدة الذي أصبح يشكل خطرا ليس على الأنبار فقط وإنما على العراق بشكل عام. وفقكم الله لكل خير، والنصر حليفكم إن شاء الله، ولن تتمكن القاعدة ومن يقف خلفها أن يهزم إرادة العراقيين المتآخية المتحابة على أساس العراق الواحد وعلى أساس الأخوة والمحبة التي تجمعنا في إطار هذا البلد العزيز